مين هي اكتر دول في العالم بتحصل على معونات امريكيه؟ اول واحده على القائمه هي مصر، بتاخد حوالي مليار دولار كل سنه كمساعدات عسكريه واقتصاديه، وده مش عشان سواد عيوننا او عشان هم مثلا بيتفضلوا او بيجبوا علينا، لكن ده جزء من اتفاقيه السلام بيننا وبين اللي ما يسموش. وامريكا في المقام الاول بتدفعها عشان مصر تفضل محافظه على الامان بتاع الشرق الاوسط، قصاد طبعا مجموعه امتيازات هم بياخدوها مننا زي المجال الجوي وحريه الملاحه في قناه السويس. تاني دوله هي الاردن، واللي امريكا بتديها مليار و100 مليون كل سنه كمساعدات اقتصاديه، و470 مليون تانيين كمساعدات عسكريه. الثالثه على القائمه طبعا هم جيش الخنازير، اللي امريكا تحس انها مضيالهم شيك على بياض، او هم مثلا ماسكين على امريكا سيديهات، بياخدوا كل سنه 4 مليار مساعدات، منهم حوالي 500 مليون مخصصين لانظمه الدفاع الجوي الفاشله بتاعتهم. ولكن بعد احداث 7 اكتوبر بايدن قرر ان هو يزود المعونه، وحط لهم حوالي 14 مليار دولار زياده، وزود بعدها عليهم كمان 4 مليار كمساعدات عسكريه ليهم. اعلى دوله بقى على القائمه هي دوله اوكرانيا، واللي بتقدر المعونات الامريكيه ليها بحوالي 16 مليار دولار، ولكن دي الارقام الرسميه، لكن في ارقام غير رسميه بتقول ان اوكرانيا حتى الان سحبه من امريكا حوالي 100 مليار دولار في حربها ضد روسيا في هيئه مساعدات عسكريه واقتصاديه.